الراجل اللي بيأذي وبيستغل البنت عاطفياً وجسدياً ونفسياً غالباً مش بيبان من شكله إن هو كده خالص، بل بالعكس ده بيبقى الشخص اللي أول ما تشوفيه تقولي عليه هو ده الراجل الجدع المحترم، بيضحك في وشك، بيحترم أهلك، محبوب وسط الناس، وكلامه وطريقته وأسلوبه لا يعلو عليهم. وعلشان كده الموضوع بيبقى مربك جدا، لأن الصورة اللي بره مش شبه اللي بيحصل جوه العلاقة خالص. الحقيقة اللي لازم تاخدي بالك منها، المتلاعب الشاطر مش بيبقى باين عليه إنه شخص مؤذي، المتلاعب الشاطر هو اللي بيعرف يأذيكي من غير ما يبان عليه إنه أذاكي. وعلشان كده بنات كتير بتلوم نفسها، إزاي أنا كنت مع حد بالشكل ده وإزاي ما خدتش بالي من البداية. بس الحقيقة المشكلة مش فيكي، المشكلة إن اللي قدامك كان بيعرف يمثل كويس جدا. علشان كده بلاش نحكم على أي حد من شكله أو من صورته اللي بيحاول يصدرها لك. خدي وقتك إنك تشوفي أفعاله معاكي أنت مش مع غيرك، لأن اللي بيعرف يأذي غالبا هو أكتر واحد بيعرف يستخبى ورا سور فولاذي مصنوع من الغش والخداع المستمر. اكتبيلي في الكومنتات، قابلتي حد مؤذي بالشكل ده قبل كده ولا لأ؟